السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بالاخوات الغاليات. كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في اتم الصحه والعافيه، ويلقاكم هذا لا فيديو تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. اول حاجه اختي فقط شاركت معكم العجينه. اول حاجه فقط اختي غسلت هو الاول ودرت اختي العجينه هي الاولى كتعجن باش اختي نخليها ترتاح ونمشي نجلس نفطر ليا مع راساتي. هنا اختي عجنت العجينه كما كتشوفوا انا كنخليها مرخوفه، هذا هو السر باش كيجيني الخبز ديالي مفشفش ومهوي بحال الكيك. هنا اختي رققتها وخليتها اختي هنايا غطيتها، وقبل اختي ما تطلع ليا الخميره ديالتي ونحتاج الفران. شديت اختي واحد الفلفلات غيبقاو عندي اختي لقيتهم غيخسروا حتى حاجه اختي ما كتضيع. شديت اختي واحد الفليفلات اللي مغسولين بطبيعه الحال، دهنتهم بالزبيته كما كتشوفوا، درت البابي كويسون في اللاطه غندخلهم الفران. في هذا الاثناء انا درت اختي كويس ديال القهوه باش نفطر، خديت واحد المورسو ديال الكيك، الخبيز ديالي كيخمر باش نقرصو، والفلفله غنخشى اختي في الفران. من بعد اختي ما غادي نفطر غادي تكون الفلفله ديال تشوات وغنشارك معكم شنو غادي ندير. ايوا اختي كنتمنى يعجبك هذا الفيديو وتكون يعجبك ويرق ينال الاعجاب ديالك. المهم انا اختي من بعد ما فطرت الفلفله لقيتها تشوات نقيتها. شوفوا البنات هاد الزيت راه هي كتطلق هاد الفلفله الزيت، انت ديري الكميه اللي عندك الفلفله وديري الالوان اللي عندك ديري. المهم اختي ما بغيتهاش تضيع وقلت اختي نصايبها. المهم هنايا اختي من بعد اختي ما فطرت لقيت الفلفله ديالتي تشوات لي في الفران، نقيتها وغنشرملها بواحد الطريقه اللي كتجي لذيذه. درت من القزبر والمعدنوس، درت اختي واحد ريسه الثومه، درت التحميره والكمون وشويه السودانيه او الابزار صافي اختي. وكديري واحد القطرات ديال الحامض، ولا ما عندكش كديري واحد القطره ديال الخل، وكدير زيت الزيتون وكتشحر اختي هاد الفلفله تقدر اختي ديريها ديريها على دفعه واحده وديريها في الطاسه، وتقدر اختي ديريها في الثلاجه بقيت تجبديها وتاكليها كسلطه مرافقه صراحه كتجي زوينه. ولا تقدري تشدي هاد الفليفلات وتقطعيهم مربعات وديريهم مع مطيشه. من عشاق البنات الشلاضه ديال المطيشه والفلفله مشويه كيجيو رائعين. صافي اختي هنا درت زيت الزيتون كما كتشوفوا وغنشحر هاد الفلفله وصافي. ومن بعد اختي غندوز نكرس الخبز ونطيبو وغادي نخرج وغنديكم معايا. المهم انا غير جالسه هنايا في الدار باقي الحال البنات. هنا كانت تقريبا الله شي 10 ديال الصباح، وقلت نخرج غناخذ خضيره داكشي كان اللي كيدير الخضيره اللي عندي في الثلاجه، وقلت نشارك معاكم هذا الروتين الصباحي. صافي اختي غديوه ساهله ماهله، منها غديوه منها سميتو منها المهم كان اللي كيدي باش نجيب اختي خضيره جديده. هنايا اختي من بعد ما شحرت الفليفله ديالتي خليتها حتى بردات، درت اختي هاد الكميه في هاد الطاسه اللي بقات لي مرقده بالزبيته، جات لذيذه البنات ما تشبعوش منها. غنخليها وخليت شويه اختي في المقيله. من بعد اختي ما غنرجع من الخرجه غادي نشارك معكم الغديوه اللي درت، غديوه ساهله ماهله. وهنا اختي في هاد الاثناء طيبت الخبز وغادي نخرج. شوفوا تبارك الله البنات الخبز كيفاش جا كيشهي شهوه منه. خبز بالدقيق الكامل، درت 2 خبزات كبار الحمد لله. انا كيعجبني خبز تاع الدار، ما تعجبنيش اختي داك الكاواتشو وداك الشيء تاع الزنقه الصراحه. المهم اختي انا غير شاركت معاكم باش ندير فيك شويه الحماس. انا اختي واخا خدامه والصهد والحراره كنجي اختي وكنعجن القليله اللي كنشري واحد الخبزه مثلا. هادشي اختي اللي كنفضل الخبز ديال الدار نقي دقيق كامل اختي. كلشي مغسول. داك سميتو مغربل الطحين. شوفي اختي الخبز كيفاش جافن مهوي، كتاخديه مع الصباح اختي تفطري به كتبقاي واقفه اختي على الصح احسن اختي من داك الزنقه خبز الزنقه والفورص. شوفي اختي كتفطري به مع زبيده بلديه ولا عسيله ولا الفرماج الكوفيتير ولا الجبن وزيت الزيتون. المهم اختي فطور صحي وكتغدي عاوتاني حتى ملي كتبغي تغداي به اختي كتجيك الماكله بنينه. ماشي اختي بداك الفورص اختي كي الكاواتشو غير كتغمسيه كيولي بحال شي بونجا ولا شي قطن ولا شي صوفه خشيتيها في الماء. المهم اختي حيدي اختي منك العكز وعجني اختي كيما بغات تجيك في الخبزه. واخا اختي تعجنيها وتقرصيها واخا طيبه اختي غير في المقله. المهم وتاكليه ناشف ما ترشيش بالزيت وهذا وتاكليه احسن اختي من الخبز تاع الزنقه الصراحه. هنا اختي راه طاحت ليا المهم هنا راه طاحت ليا السيبوره. صافي اختي هذا هو الخبز ديالي. غادي نخرج اختي ناخذ شي حاجه خاصاني خضيره وغادي نديرها للبنات واحد الجوله عند واحد مول المحل. الا لقيت خاوي راني غنصور عنده، لقيت عامر راه ما شفتوني ما شفتكم البنات. ايوا المهم البنات هنايا من بعد ما عجنت الخبيز هنا راه كنت البنات جيت غطيته خليته كيبرد، مشيت اختي خديت الباربه. اول حاجه درتها غسلتها وقطعتها ودرتها البنات كتسلق. هنا راه كانت تسلقات ليا صافي درتها بالماء ديالها في هذه البواطه كتبقى عندي اختي هنا في الثلاجه. فوق ما كنجي من الخدمه كتجيني صلاه ساهله اختي ما كتعكزيش. سلقتها دفعه واحده لقيتها تبارك الله 160 ريال الباربه. هنا اختي الخص لقيته بجوج دراهم، خديت 2 خصات ب4 دراهم، غسلته مزيان ورقدته البنات في الخل وخليته مرق
تفقد. من بعد اختي شللته درتو حتى هنا كيتسقطر حتى هو غينشف ليا مزيان. غطيتو بهاد السريبيته وغادي ندير في البواطه البنات اللي كتبان لكم خاويه. كيبقاو عندي بحال هكا لي صالاد واجدين الصراحه. وهنايا البنات من بعد ما غنتغدى غندير سلطه بالخس، وغنقطع البنات الباربه، وغادي ندير البنات هذيك الفليفله اللي شاركت معكم، واحد الزيتون مشرمل، وغندير مقيلات البيض. الله يجعل شي بركه كاينه بوحدي اختي. يعني دابا سخون الحال. هنا الباربه البنات فاش كانت هذا كدور، حيت ما كفاتنيش البنات اختي الكوكوط، درت النص والنص الاخر عاد رجعته كيتسلق ثاني. ايوا صافي. هنا درت اختي البيض البلدي مع اختي دوائر ديال مطيشه. هنا اختي راه تغديت وغنشارك معكم المشتريات ديالي اللي شريت، كنتمنى ان شاء الله يعجبوكم. المهم قطعت اختي الباربه اللي كانت ديجا صايبتها بردات، وكانوا باقيين عندي واحد 3 عاد درتهم حتى هما بوحدهم في الكوكوط. المهم قطعت الباربه البنات وحطيت شويه تاع الفليفله اللي شاركت معكم الشرمله، ودرت مقيله اختي بمطيشه دواور، ودرت واحد 2 بيضات بلديين، وكان عندي واحد الزيتون ديال الدار البنات ديال المرقه كثير. خديت من واحد لابارتي درت 3 ورق زبور والمعدنوس وداكشي والثومه، شرملته وحطيته. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال، مع خبيز ديال الدقيق الكامل، مع العصير اللي دائما البنات كنقول لكم صاوبوه. ما شاركتوش معاكم، راه حيت دائما البنات كنحطوه في القناه، كنقول لكم غير زعما وديروا. وغنشارك معاكم اختي هاد الاواني المنزليه اللي شريت، ماشي هما اواني، هما غير حاجه وحده. المهم البنات تشهيت هاد الكوكوط وشريتها. الصراحه بغيت نحيد هذاك الكوكوط اختي ديال الانوكس، بارك علي انت على الالومنيوم عفوا، بارك علينا اختي من الحكان. شريت اختي هاد الكوكوط، جاتني زوينه عمليه ديال الكرانيت، ما نقولش لكم كاليتي واو. المهم هي ماشي ثقيله، القفاله ديالها تبارك الله ثقيله، ولكن الكوكوط الكاع يعني اللي كنطيبوا فيه ماشي ثقيله ماشي خفيفه كالريشه. المهم ماشي من داك النوع الكرانيت الثقيل. واللي عجبني فيها هو انني نقدر نستغنى حتى على هذيك البرمه والكسكس الصغيورين تاع الاستعمال اليومي اللي عندي، غنقدر نحيدهم. هذه فيها اختي كوكوط، وفيها اختي الكسكاس. هذه جابوا فيها الاحجام 3 يمكن 4 و5. المهم انا خديتها البنات هذه 5 لتر، هذه 5 واخا كتبان لكم صغيره البنات، راني كنت وريتكم الكرتونه فيها 5 لتر. خديت اختي 5 يطرو. هاي البنات الكوكو ديالها انا غادي نركب معكم اليدين ونشاركها معكم. هذه كرانيت من الداخل اختي ومن برا، كنتمنى ان شاء الله تصدق. ما شريتهاش اختي غاليه، شريتها ب 250 درهم. المهم ما نقولش لكم شي كاليتي زوينه، ولكن كاين بعض المرات كتشري شي حاجه رخيصه وكتصدق لك. صافي هنا اختي الاوراق ديالها. صافي شوف اختي شحال زوينه فنه. المهم زوينه اختي الصراحه زوينه. انا عندي وحده ديال اينوكس سيطرو البنات اينوكس، وما عرفتش ما جبتهاش مشيت شريت هذه. المهم انا اللي عجبني في هذه هي انها اختي فيها البرمه وكسكس، يعني تقدري انك ديريها كوكوط، ومن تبغي مثلا ديري كسكسو ولا شي حاجه تحطي تفوري فيها كسيكسو، ولا تفوري فيها مثلا ديري مثلا غير مريقه بحال هكا الدجاج كتعرفي ما دغيا كيطيب ما كتسديش عليه في الكوكوط، ولا شي مريقه هكا خفيفه، وكديري فوق من الكوكوط كتغطيها بالكسكاس ديالها، وكديري مثلا شي خضيره تبخر بحال الدنجال اللي بغيتي تبخري، وديري سلطه مخلله كسلطه مخلله. المهم هادو بعض الافكار وصافي. صراحه زوينه اليدين ديالها كحل، ديري لها غير هذيك الودينات حتى هما اينوكس وصافي. هادشي اختي اللي كاين. انا غنركب لها اختي اللي ديدات ونقول لك اختي نوريك اختي كيفاش جات. صراحه عجباتني وحمقاتني، والصراحه كما كنقول لكم دائما هرمون السعاده على هرمون السعاده عند كل ربة بيت هي اختي ملي كتشري شي حاجه جديده وكتجيبها لدارك. قد ما كانت واخا تكون شي حاجه بسيطه كنفرحوا بها، وكدير لي كتدير لنا واحد الفرحه في قلوبنا الصراحه. بعد المهم انا من هذا النوع، الا شريت شي حاجه واخا تكون اختي غير معلقه وكنحطها اختي في كوزينتي كيبان لي فيها كانت كتبان لي دارت واحد اللمسه ديال التغيير وكيعجبني الصراحه الحال. المهم كنتمنى اختي الفيديو يعجبك وما نكونش ثقيل على قلوبكم. القناه اختي طاحت ليا عندي الاسهم كلهم هابطين، الناس اللي عندهم قنوات. داكشي علاش اختي قلت غنشارك معكم نهاري كيفاش كندوزو بكل تواضع وبكل زعما بلا زواق بلا حتى شي حاجه. المهم نشاركوا معكم، ومن اختي نبقى نحرك القناه ديالي. هادشي اللي كاين. كنتمنى نلقى الدعم ونلقى التشجيع باش اختي نبقى نحط لكم يوميا. دابا انا كنحط تقريبا نهار ونهار لا، عاد زائد لي الشهر. كنقول لك اختي مرحبا بك الا كنتي اول مره كتشوفي القناه ديالي. الله يجازيك بخير ويجعلها في ميزان حسناتك ويعطيك كل ما كتمني، يعطيك ربي الخير والرزق. الا ما ديري ليا واحد الاشتراك الا كنتي ما مشتركاش، وما فيها بس بارطاجيني مع الاهل والاحباب ولا جروب عندك في الواتساب. وانت اختي الغزاله اللي ديجا مشتركه ليا الشرف
بنتي دائما على راسي من الفوق ومنوره قناتي اختي. هنا اختي انا كنوريكم الكوكوط ركبت لها اليديدات. سميتو ما قدرتش اختي نصبر، ركبت لها اليديدات وصافي. هنا غنغسلها ونخليها تنعاود نستعملها.